عارفة إنه الكرة وجعانا كلنا، بس وأنا بتفرج فكرت هو ليه أسلوب بعض الناس في العلاقات بيشبه اللعب الأناني بالظبط. 5 علامات بيعملها النرجسي في الحياة وكأنها الملعب. أول حاجة، المهاجم اللي بياخد اللقطة بس. نخسر، انتوا السبب، أنا عملت اللي عليا، انتوا اللي خايبين. نكسب، من غيركم انتوا ضعتوا. العلامة التانية، وإنه ملك التمثيل. يقع في ال18 ومن غير لمسة ويتوجع ويصرخ كأنه انكسر، وأول ما ياخد اللي عايزه يقوم يجري ولا كأن حصل حاجة. هو عايز دوشة. والتالتة، ما بيبصيش الكرة أبدا. زميله فاضي وجاهز، لا لازم هو اللي هيشوط حتى لو هو هيضيعها، علشان أنا النجم. ولو ضيع هيقول الأرض كانت وحشة. أول لما يغلط هيرمي غلطه على المدرب أو أي حد، اللي هو تشكيل غلط، الخطة مش مناسبة ليا. عمره ما هيقول أنا قصرت، دايما في الشماعة. 5 علامة، اللاف بامبينج. أول السيزن صور وأحضان ووعود وأنا مع النادي للأبد. آخر السيزن يختفي، يتمرد، النادي مش مقدرني، أنا مش في مكاني. عرفتوا مين في الملعب بتاعكم بيلعب كده؟ استنوا الفيديو الجاي هقول لكم المدرب بيتعامل معاه ازاي.